والسلام عليكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم على كل الاخوات اللي بيشوفوني دلوقتي. بمناسبه رمضان انا عملت لك فيديو النهارده انا جبت لكم افضل كروت شاشه تحت ال 1000 جنيه في 2024. يلا بينا نخش على اول كارت على طول. اول كارت وارخص كارت معانا وهو الار 5 240. الكارت ده سعره بيبدا من 300 جنيه ل 400 جنيه. بيجي ب 2 جيجا بايت في رام دي دي ار 3 وبيستهلك 50 واط وبيشتغل على باور 250 واط. تاني كارت معانا هو الجي تي اس 450. الكارت ده سعره بيبدا من 6000 ل 8000 جنيه. الكارت ده بيجي ب 1 جيجا بايت في رام جي دي دي ار 5 وبيجي ب 76 جيجا بايت باندويث. الكارت ده ممتاز لسعره، بس فيه عيب انه بيستهلك طاقه عاليه، بيستهلك 106 واط وبيحتاج باور 300 واط عشان يشتغل مرتاح. وتالت كارت معانا هو الجي تي اكس 550 تي اي. الكارت ده بيبدا سعره من 700 ل 800 جنيه. الكارت ده بيجي ب 1 جيجا بايت في رام جي دي دي ار 5 وبيجي ب 86 جيجا بايت باندويث. والكارت ده كويس جدا لو تبدا في مجالات زي المونتاج والجيمنج، بس في نفس العيب اللي في جي تي اس 450 وهو استهلاكه العالي للطاقه. بيستهلك 116 واط وبيحتاج باور 300 واط عشان يشتغل مرتاح. وكده انا اكون وريتك كروت الشاشه تحت ال 1000 جنيه في 2024. وقريب ان شاء الله هقول لك ازاي تختبر الكروت المستعمله لو جبت كارت مستعمل يعني. وقريب كمان ان شاء الله هنزل فيديو افضل كروت الشاشه من 1000 ل 2000 جنيه. فتابع القناه عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. يلا سلام.